إذا السلام عليكم، تحية طيبة جديدة متجددة، الزفلان للجميع. إذا نتحدث في هذا الفيديو عن عماد فواز والجلابة والتقية ومسرحية الأيراد، يعني أو تراث الأيراد، يعني الذي هاجم وقال أنهما لن يكونا جزائريان وليس جزائريان. أولا في البداية أنت لا يحق لك الكلام عن هذا التراث، لأن المغرب لم يعتمد السنة الأمازيغية في برنامج دستوري ويوم وطني، ويعني هو لا يعترف بالإيراد ولا بالجلابة والتاقية، عكس الجزائر التي بإمكانها اليوم أن تدس أو أن يعني تدفع الملف للأمم المتحدة يعني تستقطب أو توثق الإيراد والجلابة والتاقية. نبدأ بالإيراد. مسرحية الإيراد هي مسرحية جزائرية ليبية يحتفل بها سكان الأمازيغ يوم تفوق شيشنق على فرعون المصري. فهي موجودة بمنطقة أيت سنوس بتلمسان الغرب، ويحتفلوا بها بمنطقة عين الدفلة الشلحة في وسط الجزائر، كذلك شنو التيبازا، كذلك في الشاوية، وكذلك في القبائل. بالنسبة للإيراد هذه أمر معلوم يعني وواضح. فهنا الإيراد لا يمكن بأي منطق أن يكون مغربي، لكن يمكن أن يكون أمازيغي، لأن حتى المغرب فيها يعني عادات وأمازيغ. شاهدنا أيضا في المغرب احتجاجات من أمام وزارة أو مديرية الثقافة، يعني لاعتماد سنة يناير، تقويم يناير يعني كيوم وطني مغربي. لكن مانيش عارف، ربما ستقبل، لكن الجزائر سبقت يعني هذا الأمر لحد الآن 8 سنوات أين تم اعتماد لليوم التقويم 12 يناير أو جونفي كيوم وطني أمازيغي للسنة الجديدة. يعني وهذا نظرا طبعا للوعي والتضحيات اللي قدموها الناس لتعميم ودسترة الأمازيغية في الجزائر، وهذا من عهد الرئيس السابق رحمه الله عبد العزيز بوتفليقة، اللي كان يعني طبق هذا الشيء وعمه، وكان شيء جميل. وكاين ناس كانت تنشر في الوعي ولا زالت، وضحات بدماء. على سبيل المثال ناس الشاوية وناس القبائل اللي مشاو في مليونية للعاصمة من أجل الهوية والتراث الأمازيغي، كحال الأيراد وكحال التاقية والجلابة، اللي هما موجودين بكثرة في منطقة وهران، تلمسان، مستغانم، ونخدموا بهم، يعني نستعملوهم في الأعراس. ومشي شرط تشوفهم انت في التلفاز باش يعني تكاشينا ولا توثقنا بلي هادو تاوعنا ولا تاعك ولا تا الاخرين. اذا ليس لديك الحق للحديث. يعني يمكن ان يعني تشوف مشاكل مصر وتقول لهم لماذا لا يعني نعتبر سنة يناير الأمازيغية سنة وطنية في مصر، على اعتبار أن الأمازيغ يشكل 30 إلى 40% من سكان مصر، وموجودين حتى الناطقة باللغة الأمازيغية في واحد سيوة، وعلى اعتبار أن شيشنق هو من ساعد الفرعون المصري على التغلب على أعدائه. لولا شيشنق لكانت مصر اليوم شعب مباد، وربما كنتم يعني ليس يعني 80% من الشعب كان اليوم إما سوداني، حبشي، إثيوبي، أو يعني عربي، سعودي. ومن جهة أخرى
أيضا عليك أن توعي الشعب المغربي الشقيق وتساند المظاهرات والمطالبة باعتماد اليوم الوطني كسنة رسمية في المغرب مثل الجزائر، عطلة مدفوعة الأجر يحتفل بها كل جزائري. هذا بالنسبة للإرث وإيراد والتقية والجلابة. وأنت بدون شك ناقص في معرفة خصائص المنطقة الأمازيغية والمغاربية والشمال إفريقية في لبها وتاريخها. أنت تحاول التخندق، لكن نحن نضع الموازين بالقسط. مغربي، إخوة، جزائري، تراث، تنافس، نجاح، كذا. لكن أنت تريد فقط يعني الضرب والمهاجمة، وهذا شيء لن يفيدك، لأنه أنت أصلا لديك ما يكفي من مشاكل في مصر، والمغرب أيضا الشقيق لديه مشاكل كافية، وكحال الجزائر وكل الدول الإسلامية وأيضا المسمات العربية بين قوسين. إذا السلام عليكم، شكرا تنوير، صحيتو، بارك الله فيكم.